السلام عليكم. عليكم السلام. احنا عايزين نركز هنا عشان احنا دلوقتي لا انا واحد جاي اقدم برزنتيشن ولا اي حاجه، احنا عايزين كلنا كده اصحاب، تمام؟ فنحاول نتفاعل مع بعض، انت تطلع باكبر استفاده وانا من الاول اصلا مستفيد ان انتم موجودين معايا، لاني يعني لو لاحظتوا انا عارف ناس كتير قوي فيكم، وان شاء الله لو مش موجود معانا على جروب التليجرام يخش هتعرف عليكم اكتر، لان انا حابب ان انا اساعد. فانت حاول تساعدني ان انا اساعدك، تمام؟ فاول حاجه عايز اعملها، كل واحد يشوف على التليفون بتاعه بيستخدم السوشيال ميديا قد ايه. لا دي حاجة محرجه صح؟ هنستخدمها في واحنا بنتكلم. طيب، مين حاسس ان حياته واقفه على النجاح؟ يعني ينجح يا حياته هتقف. كلنا صح؟ طب مين اللي حاسس صعوبه انه ينجح؟ برضو كلنا؟ ولا في حد حاسس انه هو مساله وقت؟ مساله وقت. تمام، وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. انا بالنسبه لي عايز انجح في حياتي، فالموضوع بالنسبه لي مساله وقت، وانتوا كمان مساله وقت، بس تفرق في ايه الخطوات اللي انا باخدها عشان اوفر وقت واوصل صح. تمام؟ فقبل ما نتكلم عن اي حاجه في الاوس بيلدونج، انا حابب اعرفكم الاول عن نفسي لو حدش يعرفني. انا اسمي احمد عجمي، مصري من المنوفيه، عايش في المانيا بقالي 5 سنين. كل اللي انتوا هتمروا بيه ومريتوا بيه انا مريت بيه. انا جاي من قريه، تعليم فني، اخدت معهد. حاليا انا في جامعه القاهره التعليم المدمج، كليه دار العلوم. فبحاول اعوض حاجات ما اكتسبتهاش زمان، تمام؟ فبحاول اعملها بمجهود دلوقتي، بس انا عايز انجح يبقى في خطوات اعملها، وده اللي بعمله دلوقتي، وده اللي انا موجود النهارده. انا عايز انجح في السوشيال ميديا، عايز انجح ان انا اوصل لمليون شخص، اساعدهم ان هم يحصلوا على اوس بيلدونج او يتعلموا الالماني او ان هو يغير حياته. لان انا مش صانع محتوى، انا صانع تغيير. يعني انا لو بتاع محتوى بس مش هبقى موجود معاك النهارده. انا عايز ابقى صانع تغيير، اغير في حياتك ثقافه، فكر، مش اغير شخصيتك، لا اغير افكارك. في فكر معين عندك كان موجود عندي زمان، في ثقافه معينه لحد النهارده لسه موجوده، يمكن بتكبر. فانا عايز اغير الثقافه اللي في دماغك دي عشان تنفتح على العالم كله. طول ما انت بتغير في افكارك، وطول ما انت يعني في مقوله بالانجليزي بتقول لك when you change your mind you can change the world. يعني لو انت تغير في افكارك تقدر تغير العالم كله. فهو ده اللي انا بحاول اعمله، بغير من نفسي الاول، بحاول اغير من الشباب اللي انا كنت منهم، ان انا اوصل له فكره، اقول له على فكره انا تعبت ووقعت وقمت وجات لي حالات نفسيه وعديت بصعوبات. يعني عايز اقول لكم انا حاولت الانتحار 3 مرات، مرتين تفكير ومره فعلي رايح اخد الخطوه. بس ليه؟ لان ما كانش عندي نجاح ولا طموح ولا شغف ولا اهداف ولا اي حاجه خالص، والثقافه هي اللي عملت كده. لكن لما لقيت ان في اهداف بدات تطلع، واحد انا عايز انجح، بقيت شغوف. اول ما سافرت المانيا اتعلمت لغه برمجيه بايثون، اتعلمت الالماني، اتعلمت الفوتوشوب، اتعلمت شويه في الايديتنج، بتعلم حاليا اكتر في الالماني، بتعلم شويه في التسويق في المبيعات. ده كله بعمله ليه؟ مع ان اليوم 24 ساعه عندي. بس هو اول حاجه قلنا ايه؟ السوشيال ميديا. تستخدم قد ايه السوشيال ميديا؟ فتقلل، تبص تلاقي نفسك عندك وقت تقدر تغير اللي انت عايزه. فهو ده اللي انا جاي اعمله قبل الاوسبل، انك انت تفهم نفسك وتفهم الثقافه بتاعتك، تبقى منفتح على الناس، منفتح على العالم الاخر. هتبص تلاقي نفسك كل اللي انت عايزه هيجيلك، سواء اوسبيلدونج، سفر المانيا، سفر دول تانية، تعليم معين، هتبص هتلاقيه قدامك. تمام؟